السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب نكون عند حسن ظنكم. عملت بقى شوية محشي كده زي ما بنعملهم كل مرة، بس المرة دي بنختصر عليكم. جبت بصلة نية وعملت بقى وقلت لها. عملت البصلة الأول، قطعتها وبعدين حطيت تسبيكة، وبعدين نزلت بالتوابل بتاعتي. طبعا بعد ما حطيت الصلصة والتوابل عملت بقى ايه؟ حطيت بصلاية نية ومعلقة وفص توم كبير، ورحت جايبة دول بقى كنت ايه نقعاهم كده. جبت طماطمايه، كام طماطمايه كده، ويعني كام قرن فلفل، وكيلو كوسه، كيلو ونص كوسه، ونص بدنجان، ومسكتهم كده حشيتهم. وطبعا سايبه المسافه ديت زي ما انتم شايفين. الطماطم اللي انا طلعتها من قلب الطماطم، اللي هي قلب الطماطم ديت، مسكتها حطيتها في القعر بتاع الحله، واحده واحده كده نزلت بقى بيها كده زي ما انتم شايفين. رصيت الرصه المحترمه ديت. محضرة بقى شوربة كده عندي، هنبدأ نسقيها ونسيبها بقى تطيب معايا. طبعا البصلة النية بتدي ريحة، والبصل المسبكة بتدي ريحة. وحاطة تومة، وبعد ما طاب معايا طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه، الشكل النهائي ده هو كده جميل ودايب دوب من جوه. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. كان احلى محشي. طبعا المحشي ده هو كان في يوم طبعا عملته وكان لوحده كده، ففضل منه حبة برضو لليوم التاني، فسيبته عشان نسخنه. بسم الله ما شاء الله. في حتة سمنة رحت جايبة معاه بقى كده ايه، جبت كبد وقوانص، مسكتها برضو علشان نحيي بيه المحشي، وعيالنا يرضوا ياكلوا المحشي الباقي. طبعا مسكت بقى كده ايه كبد والقوانص، حطيت عليها ليمون وخل وملح، وعملت اللهم صل على سيدنا محمد كده مية مغلية وسقطت فيها. وبعد ما خدت الغلوة والحلوة يا جماعة، ان هي المية ديت بينزل فيها بقى كل الزفارة وكل حاجة بتبقى في الكبد والقوانص. كل الشوايب نزلت فيها مع معلقة الخل. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما غلت معايا الغلوة المحترمة، وبعد ما يغلي الغلوة المحترمة، ننزل بقى بالكبد والقوانص كده نطلعها. ما شاء الله كانت ريحتها جميلة. هنبدأ بقى واحدة واحدة كده نطلع بقى في الكبد والقوانص. هنخرط بقى التخريط كده حلو كده صغير كده، بصوا زي ما انتوا شايفين. ولو كانت لسه كده هي احنا بس الغرض من دهيت ان هي بتدخل بس في سوى القنصة والكبدة. بصوا بقى كده طلعتها معايا. هنبدأ بقى وهي كده طبعا وهي دافية كده نخرط فيها التخريط الحلو ده. بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة المية نزل فيها كمية الشوائب ما شاء الله. يعني احنا بنحفظ نفسنا من ان احنا نعملها بصراحة انا كنت بنعملها، بس دي الطريقة الحلوة اللي انا حبيت فيها الكبد والقوانص نعملها بيها. شوفوا الكبدة بصوا لونها فاتح ازاي وجميل من جوه. هنبدأ بقى نقطع التقطيع ده هو. وطبعا اهم حاجة يا جماعة، اهم حاجة، انا طبعا ما حطيتش المقادير في الاول. فص الثوم اللي انا هنحطه يتحمر التحميرة هيدي ريحة رهيبة للكبد والقوانص. هنصلي بقى على الرسول وهنوحد الله، لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين، وهنقول الدعاء بتاعنا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. طبعا بقى هنبدأ نقطع فيها ونخرط فيها. بنكون بقى مجهزة معايا فلفل مخرطاه، وادي بقى كده خلصتها. بعد ما نبدأ نخلص، محضرة بصل مقطعاه شرايح كده. في عز بقى ما انا بنعمل كده بنروح بقى بنروق في السرير، بنطلع بنغير في الفرشة، بنقلب في المراتب يمين وشمال عشان الريحة تطلع بقى كده. لو في حاجة مكان النوم مثلا يا جماعة تهوية برضو، ونفتح الشبابيك وندخل الشمس. طبعا بقى لما بنسيب الأكل على النار برضو بنروح برضو لو عندنا حبة غسيل بنغسله. بنكنس، بنروق، بنعمل أي حاجة. بنسبح واحنا ماشيين، بنصلي على الرسول. كل الحاجات ده هي يا جماعة كده بتجعل في بركة كده في بيوتنا وفي أكلنا وفي شربنا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. طبعا بعد ما خرطت بقى الخرط دهيت نرجع كله مرجعنا تاني للكبد والقوانص بتاعتنا ديت، اللي هي بديل اللحمة زي ما انتوا عارفين. ممكن نحشي بيها بقى الخلطة اللي هنعملها دهيت. هنحشي بيها جبنة، نحشي بقى اي حاجة ممكن تتخيلوها هنحشيها.
مكرونه بشاميل مثلا، الحشوه دي تتحط جوه منها بدل اللحمه المفرومه والغلو اللي احنا فيه. هنمشوا نفسنا كده والدنيا هتمشي باذن الله. بعد ما خرطت بقى كده هنجيب طاسه، هنسخنها على النار، وننزل بقى كده بحبه من الزيت، ونيجي نازله كده بايه، بمعلقه التوم الحلوه ديت. التوم ده يا جماعه متخزن من السنه اللي فاتت ما شاء الله، لسه الجديد جه عليه ولسه بنعمل منه. هنقلب بقى الكبده في فص التوم كده حلوين كده، بصوا زي ما انتوا شايفين، واللون جميل كده وفاتحه معايا ما شاء الله، وكانت الريحه بسم الله ما شاء الله رهيبه، بجد بجد احلى من ريحه الحاتي. كباب كباب. هننزل بقى بالبصله ونقلب تقليبه محترمه. هنحط ملح وفلفل، هنحط شويه كده من الايه، من التوابل بتاعتنا، مش هنكتر، ويستحسن يا جماعه ملح وفلفل وشويه كمون. حضر بقى الفلفل كده وننزل بيه ما شاء الله على الكبد، ونقلب الحشوة دي يا جماعة نحشي بيها اي حاجة ممكن نستغنى بيها عن اللحمة المفرومة، الا طبعا الكوسة بتتحشي باللحمة المفرومة طبعا. ايه احنا هنحشي إيه، لو عندكم مثلا قلاش عايزين تعملوا ولادكم نفسهم فيه، هتحطوا برضو كبد وقوانص. في ناس بتفرم القنصة في المفرمة زي اللحمة بالظبط، وزي ما انتوا شايفين احلى طعم ممكن تدوقوه. ربنا يحسن ما بين ايديه، والسلام عليكم.